السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منقار. القناة هذه يا أيها البشر راح تكون مفجرة بالقصص اللي تكون نهايتها غالبا صادمة اللي ما تتوقعها. هذا راح يكون أول فيديو في القناة، وتنشروا الفيديوهات حق القناة هذه في كل مكان. اللي ما جاب سبسكرايب جيب سبسكرايب، واللي ما جاب لايك جيب لايك. في البداية يا عزيزي البشري اللي قاعد تشوف الفيديو هذا طويل، وانا متاكد انه راح تكون الاحداث صادمه بالنسبه لك، فحاول انك تقعد وتشبك السماعات، تجيب لك اكله معينه وتستمتع بالفيديو هذا. عام 1999 الابو وصل لمحطه القطار عشان ياخذ بنته اللي هي راجعه من المدرسه، لكن لما وصل لمحطه القطار قاعد كذا منتظر، بنته ما خرجت من القطار. انتظر الاب القطار اللي بعده على امل انه بنته ممكن فوتت الرحله الاولى، جت في الرحله الثانيه برضو البنت ما لها اي اثر ولا جت في القطار اصلا. الابو قام اخذ نفسه ورجع للبيت، قال يمكن بنتي سحبت عليها وسبقتني وراحت البيت وانا ما انتبهت لها اصلا. لكن للاسف البنت ما كانت موجوده في البيت، واللي اتضح بعد كذا انه البنت هذه اتخذت قرار غير حياتها وحياه عائلتها كلها لكابوس. خلينا نرجع بالاحداث اللي ورا عشان تفهموا. عام 1998 كانت عائله باربر تعيش حياه سعيده وجميله. مايكل واليزابيث كانوا متزوجين بسعاده لمده 20 سنه، وعندهم 3 بنات كذا حلوات كيوتات، اعمارهم ما بين 9 سنوات و15 سنه. كانوا يعيشوا حياه طبيعيه وهادئه في استراليا ميلبورن. اول ما تدخل بيتهم تلاقيهم في قمه السعاده، الاطفال يجروا ويلعبوا والام والابو متفاهمين، لكن في الواقع كانوا يعانوا ماديا، عندهم صعوبات في المعيشه، ورغم فقرهم المادي الا انهم كانوا اغنياء يعني بالمواهب. كان مايكل اللي هو الابو يصنع الالعاب ومصمم في نفس الوقت، وكانت اليزابيث تعتبر مدرسه للاطفال، وحتى بناتهم الصغار الثلاثه يعني بداوا يكتشفوا مواهبهم وهم صغار واعمارهم تقريبا 9 سنوات. هيذر اللي هي اصغر واحده فيهم كانت موهبتها في الغناء، كان صوتها مره حلو. واختهم اللي في النص اللي اسمها اشلي روز عمرها 11 سنه كانت تعزف على الاله هذيك اللي زي الماسوره كذا وتحرك، ما اعرف ايش اسمها، اتوقع اسمها الفلوت اللي تنفخ فيها هذيك، موهوبه بالعزف على هذه الاله. اما اختهم الكبيره اللي اسمها راتشل كانت هي نجمه العيله، لدرجه انهم ينادوها النجمه راتشل لانه عندها موهبه في الرقص، يعني رقيصه البنت اكثر شيء في الحياه، حتى لما تمشي بشكل طبيعي كانها ترقص، تمشي وترقص. اشلي هذه كانت مزه اشد شيء في الحياه، عيونها خضرة كبيره وبشرتها ناعمه، كانت جميله جدا وعندها كاريزما وسهل انها تجذب الناس حولها. ورغم امتلاكها لكل هذه المميزات لكن كانت في امور كذا بالنسبه لها تعتبر سيئه وتعاني منها، زي العلوم والرياضيات. الادميه هذه كانت حمارة كذا، غبية في العلوم وفي الرياضيات، مستحيل بالنسبة لها، ما كانت ناجحة دراسيا أبدا، وكان عندها مخاوف كثير، يعني تخاف من الظلام الشديد ومن انها تتكلم مع ناس غرباء، تخاف الاحتكاك مع الغرباء بشكل عام، ونفس الشيء تخاف انها تركب في وسائل النقل العامة لحالها، يعني لازم يكون معاها أحد. بمجرد ما انها تفكر انها تروح لوحدها تحس بالخوف والرعب، فعشان كذا كانت دائما تعتمد على أبوها وأمها، كانت بنت الماما والبابا، بسبب الأشياء ومخاوفها الكثيرة اللي قاعدة تصير معاها في الحياة. حياتها الدراسية بدأت تتعقد، والنفسية بدأت كمان تتعقد، وكان صعب عليها انها تكمل دراسة. المهم في عام 1998 في سبتمبر بالضبط، امها وابوها هنا قرروا انهم يخرجوها من المدرسة العادية ويدخلوها مدرسة متخصصة في الرقص عشان يساعدوها على انها تحقق حلمها اقل شيء، ويشجعوها برضو انها تنمي موهبتها. كانت المدرسة في منطقة اسمها ريتشموند، وهذه المنطقة تعتبر من ضواحي ميلبورن اللي تقريبا تبعد عن بيتهم 20 دقيقة بالضبط. بمجرد ما دخلت المدرسة هذه الجديدة، الآدمية هذه بدأت تندمج أكثر وتعايشت مع الوضع بسرعة، وبدأت تكون صداقات وتبني مجموعات، واشتركت في أشياء كثير، اشتركت في عروض الأزياء، وكانت فخورة بالشيء اللي قاعدة تسويه. خلال الفترة هذه ريتشل اتعرفت على واحد اسمه ماني وريتشل بدأوا يحبوا بعض، والآدمية هذه صارت تحبه مرة وتعلقت فيه. بس مع كل الأشياء اللي قاعدة تصير مع ريتشل راح يجي اليوم اللي تتخذ فيه قرار كارثي يغير كل حياته. في يوم الاثنين أول يوم من شهر مارس عام 1999، يعني بعد 5 شهور من أول ما دخلت المدرسة هذه مدرستها الجديدة حق الرقص، خرجت ريتشل وأبوها مايكل زي كل صباح عادي، ركبوا السيارة عشان يوصلها لمحطة القطار القريبة من بيتهم اللي اسمها ويتل بارك، عشان تركب القطار اللي راح ياخذها لمحطة
ريتشموند، وبعد كذا تنزل تقابل واحد من اصدقائها ويقعدوا يفطروا سوا ويمشوا لين المدرسه. المهم كالعاده ابوها يذكرها قبل ما تركب القطار انه راح يجيها الساعه 6:15 دقيقه 6:15 عشان ياخذها ويرجعها للبيت. طلعت فيه وابتسمت وقالت له اوكي. المهم الابو مايكل هذا ما حرك من مكانه، ما مشي الا بعد ما اطمن انه بنته ركبت القطار ومشيت. بعدها رجع لسيارته ورجع للبيت. المهم في المساء على الموعد الساعه 6:15 دقيقه مايكل رجع عشان ياخذ بنته من نفس المحطه حق القطار الوتل بارك. وصل قطارها بس هي ما نزلت منه. قال في نفسه مو مشكله يمكن جلت القطار هذا وراح تاخذ القطار اللي بعده. لكن اللي صار انه وصل القطار الثاني، وصل القطار الثالث كمان والرابع، وبنته ما جت. الأب هنا بدأ يتوتر، اوه بنتي فينها؟ خصوصا انه بنته اصلا تخاف من الظلام والدنيا خلاص صارت ليل، فالموضوع كان موتر. وكمان مايكل ما عنده جوال ولا بنته عندها جوال، فما يقدر انه يتواصل معاها ويطمن عليها. فقرر هنا الابو مايكل هذا انه يرجع على فين؟ يرجع على بيت ابوه وامه اللي هو جد وجدة ريتشل، لانه كان اقرب من بيته بكثير. وبسرعة اول ما دخل البيت اخذ التليفون واتصل على بيته، واول ما ردت زوجته سألها ريتشل وصلت البيت رجعت؟ لأنه قال في نفسه إنه ممكن تكون رجعت مع واحد من أصحابها أو أصدقائها، أو إنه اتصلت على البيت تقول لهم إنها راح تتأخر، لأنه مو من عادات ريتشل كذا تسحب فجأة، لازم تقول لنا هل هي حتتأخر هل هي حتيجي. كانت دقيقة في مواعيدها بالضبط. لكن ردت الأم وقالت ما وصلت ولا اتصلت ولا أي شيء. على طول هنا الأبو والأم حطوا يدهم على قلبهم، أوه بنتي، وبدأوا يحسوا بتوتر شديد، في شيء غلط قاعد يصير مع بنتهم. خصوصا إنه كل هذا عكس شخصية ريتشل، وانها شخصيه اصلا حذره ودقيقه في مواعيدها. واللي زاد القلق والتوتر اكثر على الاب والام انه بنتهم اصلا تخاف من الظلام، وبرا كان ظلام شديد، وهذا الشيء بيسبب رعب لبنتهم اصلا وزاد التوتر. المهم مايكل قال لها خلاص انه انا برجع البيت، وقفل الخط على زوجته وهي تنتظر. طبعا اخذت التليفون وراحت اتصلت على مين الام؟ اتصلت على ماني اللي هو صديق بنتهم، وقالت يمكن انه بنتنا تكون معاه هذول الكفار، او اقل شيء انها قالت له فين رايحه هي، لانه كانت دائما تتواصل معاه. لكن رد عليها ماني وقال لها لا كيف لا؟ سالته تعرف هي كانت مع مين او ايش كانت تسوي بالضبط؟ قال لها اخر مره شفتها لما رحنا المول وعدينا على محل يبيع جزم واحذيه، شافت كذا جزمه لونها ازرق ومرتفعه كذا كبيره، وقالت انها بتشتريها بكره. استغربت الام لانها شافت نفس الجزمه هذه معاها امس، وقالت لها ريتشل يا امي اشتري لي الجزمه هذه بالله. لكن الام شافت السعر مره غالي، سعرها $100، وهذا المبلغ اصلا ما كان مع الام ولا هي تمتلكه. المهم الام هنا حطت يدها على قلبها كذا لما قال ماني انه ريتشل راح تشتري الجزمه هذه في اليوم الثاني، وسالته هل ريتشل قالت كيف راح تشتري الجزمه هذه ومن فين بتجيب الفلوس اصلا عشان تشتري الجزمه هذه؟ قال لها بصراحه ايوه، قالت لي انها بتحصل على وظيفه سريه، وركزت على كلمه سريه، وقالت له لا تخاف الوظيفه هذه محترمه وما فيها شيء غير اخلاقي اصلا. لكن الام لما سمعت هذا الكلام عقلها وقلبها طار كذا، اعطوها انذارات انه في شيء غلط، لانه ما في وظيفه اصلا توظف بنات بعمر كذا 15 سنه، والوظيفه هذه لين اخر الليل كمان، وبدون ما اهلهم يعرفوا انه بنتهم شغاله او متوظفه. بدات اليزابيث الام تتصل باصحاب بنتها ومعارفها وبالاماكن اللي كانت تروح لها، يمكن يكون احد شافها او احد يعرف فين ممكن تكون. لكن كل ما تتصل بواحد والله ما نعرف، لا والله يا خالة ما ندري فينها، ولا أي أحد كان عنده أي معلومة. وأخيرا وصل الأب مايكل للبيت وهو حالته حالة ومتوتر وبصدمة، بنتي فين بنتي؟ بس للأسف ما كان عنده أي معلومات عن ريتشل، فقرر إنه يروح لمركز الشرطة عشان يقدم بلاغ على اختفاء بنته. لكن للأسف الشرطة ما فادوا مايكل بأي حاجة، واعتبروا إنه ريتشل زي أي مراهقة عادية، يعني تهرب من البيت ليوم أو يومين بعدين ترجع لبيت أهلها. رغم كل حالات الترجي مايكل قاعد يترجى الشرطة، وإنه هذه أصلا ما هي شخصية بنتي، قاعد يقول لهم، وإنها تخاف من الظلام، مستحيل أصلا تكون هربت بإرادتها. إلا إنه كان رد الشرطة مايكل أرجع بيتك وانتظر بنتك بترجع لوحدها، هذا شيء طبيعي وهذه حركات المراهقين، وإذا في الأيام الجاية ما رجعت بنتك راح نساعدك إن شاء الله. أوكي ما قالوا إن شاء الله، لكن قالوا راح نساعدك. فشلت كل حالات الترجي اللي مايكل قاعد يسويها الرجال الشرطة. المهم مايكل رجع للبيت وهو في حالة يأس ومتحطم الآدمي،
قاعد يسمع عراقي وخايف على بنته وكان مرعوب جدا. قعدوا في الليلة هذه كلهم خايفين أصلا في البيت ويفكروا إيش صاير مع بنتهم وإيش قاعدة تسوي أصلا دحين. المهم في اليوم الثاني في الصباح الأب والأم نزلوا من غرفتهم للمطبخ متأملين أصلا إنه بنتهم تكون رجعت البيت زي ما يقولوا رجال الشرطة، لكن للأسف ما كانت موجودة. وفي اليوم الثاني يعني من وقت ما اختفت ريتشل اتصل عليهم مين؟ ماني، وقال لهم أنا اتذكرت حاجة قالته لي يا ريتشل، اللي هو إنه قالت له ريتشل لا تتوتر أو لا تقلق، يعني الوظيفة آمنة وما فيها شيء وبتكون معايا صديقة قديمة كانت تشتغل معايا، ما راح أكون لوحدي في هذه الوظيفة أصلا. المهم هذا الشيء خلى الأب والأم يرتاحوا كذا شوية، لكن الشعور بالراحة هذا بسرعة راح بمجرد ما إنهم اتصلوا على كل أصدقاء ريتشل القدامى والجدد وكل معارفها. أصلا ما كان في أي أحد يعرف أي معلومة عنها أو إيش اللي صاير معاها، وما حد من أصحابها كان مفقود أو ضايع زي ريتشل. الشيء اللي عرفوه من اتصالهم على أصحاب ريتشل هو إنها مشيت معاهم إلين ما وصلت للمحطة، ولما قالوا لها بنوصلك إلين البيت رفضت وقالت لهم إنه أبويا قاعد يستناني هناك وراح يكون موجود هناك الساعة 6:15 دقيقة 6:15. على طول الأب والأم فكروا إنه ممكن بنتهم حسبت إنها ممكن تلحق تخلص الوظيفة السرية حقها هذه وترجع تقابل أبوها بسرعة على الموعد، أو إنها كذبت على اللي قال لها بوصلك هذا، كانت نيتها إنها تروح تكمل تدريب الوظيفة السرية هذه. لكن بكل الأحوال أمها وأبوها كانوا مرة متوترين وقلقانين على بنتهم، وإنها ما اتصلت عليهم ولا اتواصلت ولا هم عارفين عنها أي شيء حتى بعد 24 ساعة، ويمكن إنها تكون هربت من جد بإرادتها. لكن في كل الأحوال لسه هم خايفين ومتوترين على بنتهم، ما كان عندهم أي حل غير إنهم هم يطبعوا صورة بنتهم كذا في ورقة في المنشورات ويقعدوا يلصقوها في كل الأماكن ويدوروا عليها، وخرجوا يبحثوا عنها في كل الأماكن ويسألوا أي شخص يقابله قدامهم. لكن مع الأسف كل المحاولات انتهت بطريق مسدود، ما هم عارفين فين بنتهم. في يوم الاثنين 8 مارس يعني بعد اسبوع بالضبط من وقت ما اختفت ريتشل، راحت اختها الصغيرة لفصل الرقص حق مدرستها القديمة، سألت عن اختها وانها اختفت وما حد سمع عنها اي حاجة، واخر مرة شافوها يوم الاثنين اللي فات الساعة 5:45 دقيقة. المهم اختها الصغيرة وهي قاعدة تقول الكلام هذا في بنت سمعت الكلام هذا اسمها أليسون، كانت مع ريتشل في الصف قبل ما تروح ريتشل للمدرسة الجديدة حقها. ما كانت تعرف أصلا إنه ريتشل هذه اختفت وضايعة أصلا. استغربت من الكلام اللي قاعدة تسمعه، خصوصا إنه شافت ريتشل بعد ساعة كاملة من آخر مرة شافوها، يعني شافتها الساعة 46 دقيقة. أول ما سمعت الكلام هذا على طول راحت للشرطة عشان تقول لهم المعلومات اللي عندها، اللي هي إنه في الليلة اللي اختفت فيها ريتشل كانت أليسون راكبة القطار نفسه ومتجهة لمنطقة اسمها باران، أو أتوقع اسمها زي كذا، اللي هي ضاحية مكانها في جنوب شرق المكان اللي تعيش فيه ريتشل. المهم انه كان القطار متوجه لمحطة ريتشموند، واول ما انفتحت الابواب شافت أليسون ريتشل وبنت معاها ما كانت تعرفها، دخلوا القطار وجلسوا مكان كذا بعيد شوية عنها، وكان من الواضح انهم هذول الاثنين صديقات يعني مقربات وقاعدين يضحكوا ويمزحوا سوا، وكان الوضع طبيعي بينهم ما في اي شيء غريب. أليسون قاعدة تتفرج على ريتشل وصاحبتها ذيك اللي قاعدين يضحكوا، بس حست انه الموضوع عيب شوية انها تقعد تطالع فيهم طول الوقت، قامت وغيرت كذا قلبت وجهها تعرفوا كذا ببجاحة تقعد تطالع في واحد طول الوقت. المهم وصل القطار للمحطة، محطة باران، المنطقة اللي المفروض أليسون تنزل عشان تروح بيتها، بس شافت كذا طالعت كذا حصلت ريتشل والبنت اللي واقفة معاها كمان صاحبة ريتشل، كمان وقفوا الاثنين وتوجهوا للباب عشان يخرجوا على نفس المحطة، كلهم راح يخرجوا في نفس المحطة. المهم طلعوا من القطار هذا، طالعت ريتشل حولها وشافت أليسون، ابتسمت لها كذا وقالت لها كذا هاي بيدها مع السلامة يعني، وبعد كذا مشيت ريتشل وصاحبتها. وكان من الواضح انه ريتشل والبنت هذه صاحبات مرة اصلا، والمكان اللي بيروحوه اصلا بارادتهم، ما في اي شيء كذا مغصوبة عليه ريتشل. طبعا بعد ما سمعوا الكلام هذا الاب والام على طول كذا جاتهم حالة اطمئنان انه بنتهم ما كانت مغصوبة انها تروح للمكان اللي هي رايحت له اصلا، في احد اصلا كان مع بنتهم هذه، وانها ما هي لحالها مع صديقتها اللي قالت لماني انها بتروح معاه. في نفس الوقت الاب والام برضو جتهم شكوك، يعني مين هذه البنت اللي ما احنا عارفين مين هي اصلا وصاحبة بنتنا؟ قعدوا يقولوا بنت العاصية اللي ما تقول لنا مين صاحبتها هذه وما ادري ايش. المهم قالوا اذا هم فعليا راحوا يشتغلوا في الوظيفة السرية هذه، اذا هم خلصوها فعليا، طيب ليه ما رجعت بنتنا واتصلوا؟ او ممكن تكون هذه الوظيفة اصلا فخ وصار لهم شيء، او انه بنتنا اتفقت مع البنت هذه صاحبتها وفقعوا كذا هربوا سوا، ما عاد تبغى تعيش معانا وسحبت علينا، زي ما رجال الشرطة قاعدين يقولوا لهم الكلام هذا. المهم بعد ما سمعوا القصة هذه رجال الشرطة او التفاصيل هذه، اخذوا الموضوع بجدية اكثر وبدأوا يبحثوا عن موضوع اختفاء ريتشل، وانهم يحاولوا يحلوا اللغز هذا، وكانت خطوتهم الاولى انهم يعرفوا مين البنت الغامضة هذه. لكن
يوم الخميس 11 مارس الشرطة جابوا اللي يرسم هذاك حق الوجوه عشان يرسم البنت الغامضة اللي شافتها أليسون في القطار، واللي اتضح بعد كده يعني من كلام أديسون، قال لك أديسون إيش بأمي خليتها العالم أليسون هذه، إنه البنت الغامضة هذه أكبر من ريتشل وأضخم منها، كان جسمها كده كبير، ظهرها كبير. في ذاك اليوم الشرطة أمرت إنها تتبع كل المكالمات اللي في بيت عائلة باربر اللي هي عائلة ريتشل قبل يوم من وقت ما تختفي بنتهم ريتشل هذه، لأنهم إذا هم خططوا إنهم يفقعوا سوا فأكيد حيكون بينهم اتصالات. المهم بعد ما استلمت الشرطة السجل حق المكالمات للعائلة هذه، جات عينهم على رقم كذا خاص اسمه أسرة باربر متصل مرتين قبل ما تختفي بنتهم ريتشل بيوم. المرة الأولى كانت الساعة 5:24 دقيقة وقعدت المكالمة حوالي 15 دقيقة، والمكالمة الثانية استمرت حوالي 30 دقيقة. المهم الشرطة قعدت حوالي 24 ساعة عشان تعرف مين اللي اتصل هذا، وفي النهاية اللي اتصل طلعت بنت عمرها 20 سنة اسمها كارولين روبرتسون. البنت هذه تقريبا تشبه الرسمة اللي رسموها رجال الشرطة للبنت الغامضة اللي شافتها أليسون. المهم انه كارولين هذه كانت تعيش قريب من محطة باران، هو المكان اللي شافت فيه أليسون ريتشل والبنت الغامضة ينزلوا منه. زايد انه اصلا كارولين هذه كانت جليسة اطفال لريتشل وكانت قريبة جدا من عائلة باربر هذه، عشان كذا كان من الواضح انه كارولين هي الفتاة الغامضة هذه اللي قاعدين يتكلموا عنها او اللي شافتها أليسون، وهي اللي قالت عنها ريتشل لماني انه صديقتها القديمه وانهم اصلا يعرفوا بعض من زمان عن وظيفتهم السريه هذه اللي راح يشتغلوا فيها. كانت هذه المعلومات كلها اللي سمعوها بالنسبه للاب والام كذا ارتاحوا شويه، وكمان رجال الشرطه بداوا يطمنوا، قالوا خلاص احنا اكيد راح نلاقيهم في شقه كارولين وراح نمسك بنتنا ونعاقبها ونحط لها فلفل في كل مكان عشان مره ثانيه تستاذن مننا قبل ما تروح لاي مكان. المهم انهم اخيرا راح يرتاحوا من الدراما هذه كلها عن انه بنتهم قاعدين يدوروا لها والكلام الفاضي هذا كله. على طول رجال الشرطة ركبوا السيارات حقهم واتجهوا لشقة كارولين، بس لما وصلوا هناك الساعة 5:25 دقيقة أدركوا بسرعة إنه الأمور ما كانت زي اللي كانوا يتوقعوه أصلا. أوه ماي الله، اللي صار إنه رجال الشرطة راحوا لباب الشقة هذه وبدأوا يدقوا الباب، هاي فك الباب، ويصرخوا هاي كارولين ندري إنك جوا، فك الباب، أنت وريتشل إيش قاعدين تسووا جوا، دي فك الباب. استمروا يخبطوا في الباب هذا لكن بدون أي جدوى. الشرطة على طول هنا راحوا لمالك العقار هذا وأعطاهم نسخة من الشقة هذه، بس لما حاولوا إنهم يدخلوا المفتاح ويفكوا الباب هذا اكتشفوا إنه الباب أصلا مقفل من جوا. عشان كذا الشرطة قعدت تلف حول المبنى عشان تحاول تلاقي طريقة ثانية غير الباب هذا يدخلوا فيها الشقة. وهم يمشوا واحد من رجال الشرطة شاف الطاقة حق الشقة هذه مفتوحة كذا ويقدر أي شخص نحيف يدخل منها كذا، يحشر نفسه لين يدخل. فعشان كذا الشرطة قاموا اتصلوا برجال الإطفاء أو المطافي، على طول جو المطافي كذا بسرعة معاهم السلم الطويل ذاك حقهم عشان يوصلوا للدور الثاني. المهم بدأ الشرطي كذا يتسلق السلم إلين الدور الثاني، ولما وصل للطاقة طالع كذا دخل راسه قاعد يطالع يمين ويسار. كانت الغرفة غرفة نوم عادية يعني ما فيها أي شيء وكان الوضع طبيعي، لكن لما ندقق أكثر انتبه إنه في جسم كذا مرمي على الأرض وكان الوجه حق الجسم هذا متجه على الأرض. دخل على طول كذا، وأول ما دخل كذا وقلب الجسم هذا على طول شاف مين هذه طالع كذا، حصلها كارولين البنت هذيك اللي ظهرها كبير. بسرعة على طول قال ايه فكوا الباب، فك لهم الباب قصدي، قال لك فكوا الباب. ودخل الدعم كذا وكل رجال الشرطة شالوا اللي جسمها ذي كبران يمكن 10 عشان يشيلوها، وكان فيها نبض لكن البنت هذه كانت يغمى عليها او فاقدة للوعي، وضعها كان صعب. بسرعة شالوها وحطوها في سيارة الاسعاف ونقلوها للمستشفى. المهم قعدوا رجال الشرطة يبحثوا في الشقة ويحاولوا يدوروا على اي حاجة تدلهم على ريتشل. كانت الشقة عبارة عن فوضى مبهذلة، كل شيء كذا فوق بعض وقمايم مرمية وكراتين في كل مكان، كراتين واشياء كذا على الارض. كانت كارولين قاعده تجهز العفش حقها عشان تنقل من الشقه هذه لمكان ثاني، بسبب كذا ما هم عارفين ايش السبب وايش السبب اصلا اللي خلى كارولين هذه تفقد وعيها. المهم قعدوا رجال الشرطه يفتشوا شقه من فوق لتحت، مسمار يا رجل، بس ما لقوا اي اثر لريتشل. والشيء الوحيد اللي لقوه انه في شنطه فيها ملابس، والملابس هذه بمقاس ريتشل مو حق كارولين، لكن ما كان باين انه هي حق ريتشل اصلا، بس المقاس كان مقاس ريتشل. المهم الشرطه كذا بعد البحث وبعد ما جمعوا اغراض كذا ممكن انه يكون في دليل زي القفازات وصبغه الشعر وفي ايصالات بنكيه واي حاجه ممكن تفيدهم ودفاتر، اي شيء شيل يا رجل، على امل انه في شيء يدلهم على ريتشل او اي غرض من الاغراض هذه يكون لريتشل. المهم في الاوقات هذه اللي قاعدين يفتشوا فيها كارولين كذا فاقت، خرجت من الغيبوبه حقها. اول ما فتحت عيونها كذا مشوشه كذا طالع يمين ويسار، وكانت حالتها كذا غير مستقره. بدات حالتها بالاستقرار على طول كذا
الاطباء قالوا لرجال الشرطه خشوا اسالوها، خلاص دحين تقدروا تسالوها. دخلوا على طول يسالوها عشان يلحقوا على ريتشل، يمكن تكون في مكان بقي شويه وتموت ولا اي حاجه، يكون يعني على الاقل انهم يلحقوا على الوقت، فاهمين؟ اول ما دخلوا عليها قالوا لها فين ريتشل؟ بسرعه جاوبينا بسرعه. اول ما سالوها زي كذا انصدمت كارولين كذا، لكن بسرعه قالت لهم ايوه نعم انا اعرف فين ريتشل، وقعدت تحاول تتذكر اللي صار معاها يعني في خلال الاشهر اللي فاتت، وقالت للشرطه اغرب قصه سمعوها. والقصة بناء على شهادة كارولين، وهو انه يوم الاحد 28 فبراير عام 1999 قبل يوم من اختفاء ريتشل، اتصلت كارولين على ريتشل وعرضت عليها وظيفة وقالت لها انها راح تشتغل او بتسوي دراسة عن علم النفس هذه ريتشل، والدراسة هذه راح تكون سرية، فلازم تجيب شخص وتسوي عنه الدراسة هذه عن علم النفس. فاذا كانت ريتشل بتوافق على الوظيفة هذه لازم ما تقول لاي احد او تجيب سيرة لاحد عن اللي بتسويه، لانه الوظيفة كانت مربحة لريتشل وما كان مطلوب منها انها تسوي اشياء كثير او اشياء صعبة. ريتشل هنا شافت انه الوضع مغري، قررت انها توافق، وكل اللي كان عليها انها تسويه انها تقابل كارولين عند محطة القطار وتركب معاها القطار وتتجه لبيت كارولين تسوي فيه الدراسة عن علم النفس هذه، وتعطيها كارولين $100 وفلوس المواصلات عشان ريتشل ترجع لبيت امها وابوها. وطبعا الفكرة عجبت ريتشل، كانت سعيدة جدا وتبغى $100 عشان تشتري الجزمة الزرقاء حقها هذيك، فعشان كذا وافقت. في يوم 1 مارس خلصت ريتشل مدرستها واتجهت لمحطة ريتشموند تقابل فيه كارولين. ركبوا سوا القطار المتجه لباران، مكان ما شافتهم أليسون هناك. بعد ما نزلوا من القطار قرروا انهم يتجهوا لمحل بيتزا ويطلبوا بيتزا وبيرة، وبعدها يروحوا مشي للشقة. بمجرد ما دخلوا بيت كارولين او شقة كارولين، اخذت كارولين ريتشل للدور الثاني ودخلوا غرفة النوم وجلسوا على الارض قدام السرير، حطوا البيتزا والبيرة وبدأوا ياكلوا ويتكلموا ويدردشوا. المهم بعد ما انتهوا من الاكل قالت كارولين لريتشل يلا دحين بدأ دوامك، دحين بسوي دراسة علم النفس. وطلبت من ريتشل انها تجلس على الارض وتغمض عيونها وتقعد تفكر في الاشياء اللي هي ممكن تسعدها وتخليها سعيدة في حياتها. بدأت كذا تاخذ شهيق بشويش وتطلع الزفير بشويش وتسترخي. وفي هذا الوقت قامت كارولين بجسمها الكبير كذا وظهرها الكبير تتمشى حول ريتشل بهدوء. طلبت منها انها تقعد كذا تفكر بالاشياء بهدوء، وانها الاشياء طبعا اللي تسعدها، وتتنفس نفس عميق بانتظام. كانت كارولين واثقة انه الادوية اللي حطتها لريتشل في الاكل بدأت تاخذ مفعولها شوية شوية. اخذت كارولين سلك التليفون يا جماعة الخير ولفت حول رقبة ريتشل وشدته بأقصى قوة عندها. على طول استوعبت ريتشل وخرجت من وضع الهدوء وبدأت تشد الحبل من رقبتها بكل قوتها وتتلوى وتخدش وتقاوم وتحاول بكل قوتها انها تفك الحبل. لكن كارولين كان جسمها كبير، كان ظهرها كبير، كانت يدها كبيرة يا رجل، مدركة الآدمية تحتها وتقريبا أكبر منها بحوالي 23 كيلو، 10 أنفار في جسم واحد. واستمرت كارولين تشد وكان شدها جدا قوي مسيطرة على الوضع، إلين ما بدأت ريتشل كذا قوتها بدأت تروح حبة حبة واستسلمت للأمر. حتى بعد ما استسلمت ريتشل استمرت كارولين تشد في الحبل يا رجل، ما هي راضية تفكها، إلين اتأكدت إنها روحت لها، ما عاد تتنفس خلاص، بوف البنت روحت. بعدها كذا سابتها واخذت جسمها كذا ورمته في الدولاب القريب منها وقفلت الباب لمدة يومين. بعد يومين رجعت كارولين للدولاب وطلعت جسم ريتشل اللي كان لسه الحبل ملفوف حق التليفون على رقبتها، لفتها كذا في سجادة ودخلتها في شنطة. الشنطة عبارة عن اللي هي حق الجيوش ويستخدموها الجنود ومدريش. المهم كارولين اشترت الشنطة هذه لهذا السبب اصلا. اتصلت بعدها على التاكسي، ولما وصل التاكسي حطت كارولين الشنطة اللي فيها جسم ريتشل في السيارة، ومشي التاكسي حوالي تقريبا ساعة لشمال منطقة اسمها ريف كيليمور اتوقع او شيء زي كذا. طبعا في ذيك المنطقة كان ابو كارولين عنده اللي هو بيت الاجازات او البيت الريفي حقهم. كارولين اخذت الشنطة هذه اللي فيها ريتشل اللي خلاص روحت لها وحفرت حفرة القبر ودفنت جدها جنب القبور حق الحيوانات حقها الأليفة. لما كانت صغيرة كانت تدفنهم. لما نقلوا الشرطة كارولين للمستشفى وإنها كان يغمى عليها، افترضت الشرطة وقتها إنه أكيد في حرامي دخل البيت أو عملية سطو وضربوا البنتين أو اعتدوا عليهم، وطبعا هذا الشيء خلى كارولين أغمى عليها ومدريش. لكن اللي صار إنه كارولين أصلا شافت الشرطة جاية عليها، على طول الآدمية خافت وتوترت لدرجة إنها دخلت في حالة نوبة وهلع وخوف وصار يغمى عليها كذا، فقدت الوعي على طول. لما جات المستشفى
المستشفى الناس كانوا يسألوها ايش اللي صار معاكي؟ كانت ترد عليهم تقول لهم انه وفاة ريتشل كان حادثة يعني، ما كنت اقصد وما ادري ايش، تعرف حركات الترقيع هذيك. لكن بعد شهور لما رجال الشرطة جمعوا الأدلة من شقة كارولين عرفوا انه ريتشل اللي ماتت هذه ما كان حادثة او كان شيء ما كذا صار، وكان في بيتها في دفاتر كثير مكتوب ومرسوم فيها قد ايش هي تكره نفسها هذه كارولين، راسمة خشمها زي الزفت في الورقة، كانت تكره شكلها وكرهت جسمها وكرهت كل شيء هي عليه. كانت البنت هذه كارولين مهووسة بريتشل بما انه ريتشل كانت جميلة اصلا وشكلها، واعتبرت انها هي الجمال المثالي والشخصية المثالية اللي تتمناها كارولين. اوه ماي الله، يعني الكبيرة هذه شالت الصغيرة هذه عشان بس هذيك شكلها مزة هذه، ايش التفكير التعبان هذا؟ المهم عشان كذا في يوم من الايام قررت هذه كارولين انها ما عاد بتكون هي كارولين وراح تصير ريتشل، حرفيا بتصير شخصية ريتشل. فعشان توصل لمرادها وهدفها هذا لازم تنتف ريتشل وتشيلها من الدنيا هذه وتاخذ هويتها والوظيفة السرية هذه ودراسة علم النفس والكلام الفاضي هذا كله اللي عرضته ريتشل كان عبارة عن فخ مخطط له، لأنها كانت تعرف إنه ريتشل محتاجة فلوس عشان تشتري الجزمة الزرقاء هذه اللي نفسها فيها، لأنه كارولين كانت جليسة أطفال عندهم زمان، فكانت عارفة إنه ريتشل راح تثق فيها بسهولة وما راح يكون صعب إنها تقنعها إنها تيجي بيتها لوحدها آخر الليل كمان يا رجل. كانت خطة كارولين إنها تنتف ريتشل، تشيل جدها، وبعدها تقول إنها هربت هذه ريتشل، خلاص هربت، وكارولين طبعا تنحف 20 كيلو وتسوي عملية تجميل لخشمها الكبران عشان تشبه ريتشل أكثر، وبعدها تغير اسمها قانونيا لريتشل باربر. وفي نوفمبر عام 2000 بالضبط اعترفت كارولين انها ارتكبت جريمة قتل في حق ريتشل باربر وحكموا عليها بالسجن لمدة 20 سنة. وفي يناير عام 2015 شوفوا اللي يقهر يا ايها البشر، تم اطلاق سراح كارولين بعد 15 سنة من السجن فقط. القاضي هذا شكله ما اعرف انا كيف هذا كان يفكر. الادمي هذه شالت واحدة من الدنيا لسه عمرها صغير، لسه طفلة مراهقة، وانت تحكم عليها بس 20 سنة وخرجت بعد 15 سنة؟ يا رجل ايش السهولة هذه؟ خلال 20 سنة من موت ريتشل امها وابوها كتبوا عنها كتاب بعنوان الضحية المثالية اللي هو بيرفكت فيكتوم. هذه صورة الغلاف حق الكتاب، وبعدين بدأوا يحولوا الكتاب هذا الفيلم ومثلوا فيه ممثلين كبار من استراليا. اسم الفيلم إن هير سكين. في يوم الأربعاء 24 مارس عام 1999 دفنوا ريتشل باربر، لكن هذه المرة ما كانت لوحدها، كانوا كل أصحابها وأمها وأهلها وأبوها والناس اللي حبوها حضروا الجنازة حقها، تقريبا 850 شخص، ودفنوا معاها كل الرسائل والقصائد اللي كتبوها لها والألعاب. وطبعا أمها راحت في النهاية اشترت لها الجزمة الزرقاء حقها ودفنتها معاها. ما أعرف ليش. زبد أتمنى أنكم استمتعتوا بالقصة هذه أو أتوترتوا خلال القصة هذه أو أنكم انصدمتوا بالنهاية وما كنتم متوقعينها. المهم القناة هذه راح تكون محتواها قريب من المحتوى هذا والقصص هذه. أتمنى أنكم تشتركوا في القناة هذه